يا حلو سطح يا حلو طل، يا حلو سطح نهارنا فل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بصحة وعافية. وتعالوا بقى مع بعض كده نصلي على الحبيب، قلبك يطيب حسناتك تزيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يا رب كل اللي بيتمنى حاجة ربنا يتقبلها منه ويستجيب بإذنك يا رب، مع كتر الدعاء والصلاة على الحبيب. مين قال بقى إن القلقاس بيتشال كده ويتحط عليه ليمون ويتشال في الفريزر ويتفرز ويطلع على الشوربة على طول؟ بصراحة يعني أنا مستحيل أصدق إن ممكن حد يعني بيفرز القلقاس بالمنظر ده. أنا جبنا القلقاس قطعناه، وعلشان طبعا عاوزة أغسله لازم أنقعه الأول بدقيق وليمون. هتحطي فيه دقيق وليمون، وتحطي طبعا عليه المية عادي خالص من الحنفية، يعني مية عادية لا سخنة ولا الكلام ده. هتحطي عليه الدقيق، قطعتيه خلاص، هتحطي عليه الدقيق ده تفريز ان شاء الله شهر رمضان المبارك، اعاده على الله علينا وعليكم يا رب باليمن والبركات. هنا بقى بعصر عليه الليمون، عليه ليمونه كده كبيره، وبحط الدقيق واحط ميه عادي جدا من الحنفيه، مفيش اكتر من كده. بصراحه انا شفت فيديو يعني يوتيوبر ما شاء الله، ربنا يبارك في عمرها، بس عملت حاجة أنا مش مصدقة إن ممكن القلقاس أجيبه وأقطعه وبعد كده أعصر عليه ليمونة، وبعد كده من غير ما يتغسل، وبعد كده أحطه في الفريزر، وبعد كده يخرج من الفريزر يتحط في شوربة. مش بصوا يا جماعة، والله العظيم مش داخلة في دماغي خالص. ده أيام أهالينا أقسم بالله، كانت أمهاتنا ربنا يرحمهم ويا رب يغفر لهم ويدي الصحة للي موجود، كانوا بيفضلوا يغسلوه. ده احنا دلوقتي على فكرة مش زي زمان، ده كان زمان بيفضل يتغسل أقسم بالله بالساعات لحد لما يزقزق. بصوا بقى لحد، بصوا فضلت وراه طبعا، نقعته ميكروب عن حوالي ساعة، لان دوت اللي انا هفرزه، مش اللي انا هعمله دلوقتي. يعني لو هعمله دلوقتي يلا في السريع بغسله على طول تحت الحنفيه لما بكون مستعجله. خلاص انا ده بالنسبه لي ان شاء الله شهر رمضان نقعته بقى بالدقيق والملح، سوري بالدقيق قصدي والليمون، وخليته زي الفل زي ما شفتوه كده، والميه بتاعته فله. وخلي بالك لازم يزقزق في ايدك. يعني ايه زقزق؟ يعني وانتي ماسكاه كده بتدعكيه في ايدك يعمل صوت زقزقه. وبعد كده ما فيهوش اي حاجه يعني، ولا في افتكاسات بقى ولا في اي حاجه. وبعد كده عادي خالص بنفرزه في الاكياس، وبعد كده نحطه في الفريزر. والحقيقه فعلا ان انا فعلا بعد ما بطلعه وهو متجمد، ما بسيبوش طبعا يفك، وهو متجمد بروح على طول منزلاه على الشوربه بتاعته. انا عامله هنا اكياس كبيره. ليه بقى عامله اكياس كبيره؟ طبعا مش عددنا دوت، لا احنا عددنا اقل من كده. لكن طبعا الأكياس الكبيرة دي أنا عملتها إن شاء الله علشان إن شاء الله عزومات رمضان زي ما أنتوا عارفين. كتير قوي من الناس بتبقى جاية بقى مشتاقة تاكل القلقاس. مش كتير برضو من الناس بيفرزوه بالنسبة لرمضان طبعا. عاوزة أقول لكم طبعا بيبقى حلو قوي في العزومات. طبعا بيتحط بقى في العزومة، عايزة اقول لكم بتبقى الناس مشتاقاه وحباه قوي قوي قوي. وما اظنش يعني اظن ان كتير بيحبوا القلقاس، وبالذات بقى طبعا مع بقى الخضرة بتاعته الخضرة الحلوة ديت، عايزة اقول لكم تبقى جميلة قوي. احنا عملنا مع بعض قبل كده السلق، وعملنا له الخلطة بتاعته جميلة قوي. و وعايزه اقول لكم طبعا بقى في الشتاء بالذات، والحمد لله رمضان جاي لنا في الشتاء، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقدين اللهم امين. فهيجي بقى في الشتاء وجمال الشتاء بقى، ندور بقى على القلقاس وندور على السبانخ، مش كده برضو، على الحاجه اللي بتدفينا الحلوه دي. هنا بقى انا عامله الاكياس زي ما قلت لكم الكبيره ديت عشان لو جالي عزومه ان شاء الله كده، ربنا يعني يا رب يجعل بيت المسلمين عمار. ويا بخت طبعا من فطر ايه صائم. يبقى انا عندي سهل بدل ما اطلع كيسين والكلام ده، لا
لا، اطلع الكيس كده على بعضه وننزله على طول في الشوربه، ما تسيبوش لما يفك وهو مغسول وزي الفل وبيزقزق في ايدك وفي منتهى الجمال. تنزليه على الشوربه، ومع الشوربه بتحطي معلقه من الصلصه الجاهزه او الطماطم مضروبه في الخلاط، هتحطي له بس معلقه في الشوربه كده، بتديله كده مزازه وطعم جميل. تمام تمام. وبعد كده بقى بعد ما بيستوي، انت طبعا بتتابعيه، لانه طبعا في نوع بيستوي بسرعه، في نوع بياخد سوا شويه. وبعد بقى ما بيستوي والكلام انتوا عارفينه دوت، بنبدا بقى نحط عليه بقى السلق بتاعنا. انا بعمله بالنسبه لي بفرز برضو السلق بتاعه، وبحطه ببرطمان في الفريزر، والله بحط برطمان ازاز في الفريزر. ولما باجي اعمله بيسهل طبعا عليا ان انا باخد منه معلقه معلقتين وخلاص، يبقى كده خلصنا القلقاس. يا رب بقى إن شاء الله بإذنك يا رب كده يدخل علينا كلنا رمضان بالبركة وبالخير وبإصلاح الحال، ويبارك في أولادنا ويهديهم أهم حاجة يا رب، وربنا يهديهم يا رب. خلصنا بقى هنا القلقاس، قعدت طبعا أفكر إن أنا برضو عايزة أفرز فرصة باخدها إجازة. لما باخد يوم إجازة باخده بقى بصراحة في المطبخ. ليه؟ عاوزة يعني أكتر حاجة أفرزها بسرعة. علشان ايه؟ علشان ارتاح في رمضان. مش شرط ان انت تكوني بتشتغلي فانت عايزة ترتاحي في رمضان، لا طبعا. حتى لو انت ربة بيت لازم برضو تفرزي خضار، وتفرزي وتعملي وتعملي خلطة المحشي، وتعملي كل حاجة على اساس انك ما تبقيش في رمضان مجهدة وتعبانة، ويا دوبك المغرب مثلا بتأذن بتلاقي نفسك مش قادرة تقفي، مش قادرة حتى تقعدي تقري قرآن، بتصلي بالعافية. طب وكل ده ليه؟ طب ما احنا نفرز الحاجة في الفريزر ونطلعها كده على طول، واحنا واقفين في المطبخ هتلاقي الدنيا معاكي حلوة وجميلة. لا انت لسه قاعدة بتقشري ولا بتقطعي ولا الكلام ده خالص. زي ما قلت لك، وفري مجهودك، وفري وقتك، وفري صحتك. انت النهارده حتى لو سنك صغير ومستصغره بقى سنك وتقولي ايه يعني، ما انا هنزل السوق واطلع، لا والله صدقيني هيجي عليك الوقت اللي هتقولي يا ريتني كنت اهتميت بصحتي، يا ريتني كنت وفرت صحتي. وفري صحتك مش عشان نفسك وبس، لا طبعا، عشان تقدري تكملي مشوارك مع أولادك. مش يا فرحتي إن انتي تخلصي كل صحتك وأولادك بيبقوا لسه ها يا دوبك هيدخلوا بقى في سن المراهقة تكون انتي خلاص تعبتي. الكلام ده غلط. وفري صحتك. هنا بقى بعد ما خلصت القلقاس، قلت بقى ده أنا عندي شنط طماطم. وبصراحة كانت حارسة العمارة، مرات حارس العمارة يعني، كانت جايباها لي وبقالها كام يوم في التلاجة. ورجعت قلت بصراحة كده هتبوظ، وانتوا عارفين ان الطماطم ما شاء الله عليها يعني، شوية فوق وشوية تحت. فاحنا ايه نستفيد بيها، وهي سعرها كويس. وبرضو زي ما قلت لك هنغسلها غسلة تمام، هنضربها طبعا في الخلاط. وانا بقى من الناس اللي لازم اصفيها، عشان اقول لكم بصراحة يعني لازم اصفي الطماطم بتاعتي، حتى لو هعمل فيها محشي، هعمل ممبار، لازم اصفيها. هنا بقى ضربت عايزه اقول لكم بتاع كيلو كده ونص بصل في الكبه. وجبت بقى حله كبيره كده، ورحت بقى حاطه عليها الزيت. تمام. وهنا حطيت شويه ملح، اللي انتوا شايفينه ده ملح. علشان ايه؟ علشان يحمر لك البصله بسرعه، الملح بيخليها تتحمر بسرعه. وبعد كده بقى بتحطي عليها الطماطم، ولما تتسبك تروحي بقى حطاها في الاكياس ومفرزاها. مفيهاش اي حاجه، بس بتحطي عليها معلقه كبيره كده من السكر. هتلاقيني دلوقتي بحطها معلقه كبيره من السكر، وبعد كده معلقتين مثلا ملح، مع طبعا الفلفل الاسود. طب انت لو هتستخدميها للخضار، بتحطي مع الخضار، تاخدي كيس من الطماطم اللي انت عملتها ديت، وتحطي معاها معلقه من الزبده او السمنه او اي حاجه. المهم يعني لو انت هتعمليها في المكرونه، لا هتاخدي منها على طول المكرونه اللي اصلا معموله بالزيت. هتعملي للخضار يبقى تحطي مع الخضار معلقه من السمنه البلدي، من السمنه العاديه، من اي نوع من السمنه، بس عشان تديكي نكهه حلوه. ووصلتي معايا لحد هنا، ما تنسيش اللايك والتشير وتفعيل الجرس، ونورتيني في قناتي. اهلا وسهلا بيكي. وننتظر بقى رمضان وجماله، وبنفرز وبنعمل كل حاجه عشان خاطر رمضان.